السلام عليكم واحلى تحية حب لاحلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حاجة بسيطة جدا. اي فواكه عندك هاتيها وعلبة زبادي ونعمل احلى تورتة فواكه جميلة جدا وبسيطة وطعمها خطير جدا. تنفع لأي عيد ميلاد لآخر السنة. يعني حاجة بسيطة وجميلة ومش مكلفة، ان شاء الله تعجبكم، وطريقة بسيطة اوي 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 اوي. حاجة جميلة جدا وطعمها خطير. ونسمي ونشوف كده إيه الأول نقطعها وبعدين نشوف لو عجبتكم. ما تنسوش بقى يا جماعة اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده نشوف المقادير نوريها لكم الأول وبعدين نشوف المقادير. بصوا كده جمال، تنفع عيد ميلاد والله جميلة، تنفع لراس السنة، حلوة جدا خطيرة. بص الفواكه اللي فيها وحلو قوي، قمر حاجة قمر كده. اي فواكه عندك، اي فواكه موجودة، هنجيب كده اي حاجة عندنا موجودة، اي فواكه عندنا. وبعد كده نسمي ونصلي على الرسول كده ونجيب بقى سكينة ونقطع بقى ونقشر الفواكه بتاعتنا اللي موجودة كده اهو، ونشيل منها اي بذور لو فيها بذور. انا عندي برتقان كده مفيهوش بذر خالص، والحتت البيضة دي برضو ممكن تشيلوها لو مش بتحبوها، بس هو كده كده اصلا دلوقتي مش فيش حاجة ممررة يعني، فعادي لو فيها حاجة بسيطة من الابيض. ونقطعها كده، هنقطع شرايح كده وفيها نقطعه مكعبات. الشرايح دي هنخليها هنشوف مع بعض الحتت الصغيرة دي اللي هنقطعها مكعبات، وهنخلي شريحتين 3 متقطعين زي ما انتم شايفين كده. اقطع كمان واحدة من البرتقال، وبعدين ندخل على الفواكه كلها ونعملها نفس اللي انا بقوله ده. نقطع كده شريحتين 3 أو 4 من الحاجة اللي موجودة عندنا، استفندي، برتقال، موز، تفاح، فراولة، عنب، اي حاجة متوفرة، اي حاجة، اي حاجة موجودة. انتوا ممكن تعملوها بحاجة واحدة، ممكن تعملوها بحاجتين، ممكن تعملوها ب5، اللي متوفر عندكم اي حاجة يا جماعة. هنا عندي تفاحية حمراء برضو هعمل نفس الحكاية، و هقطع برضو بقيتها مكعبات علشان الحتت اللي فيها البذر. ممكن اجيبه غطا واشيل اللي فيها بذر دي، علشان متبقاش فيها موجودة يعني. بس لو عايزين تسيبوها ومفيش اي مشكلة، الحتت اللي مش فيها بذر قوي كده ممكن تسيبوها. وبعدين هقطع الباقي مكعبات برضو معايا بعد ما اطلع البذر من الشرايح اللي انا سايباها على جنب. ونكون مقطعين الفاكهة قبلها بحاجة بسيطة عشان ما تسودش معاكم. في التفاح بيسمر ممكن نحطه على البرتقال علشان ما يسودش، ما هو زي الليمون كده يعني. الحاجة اللي فيها برتقال وفيها استفندي ما بتسمرش يعني، فاهمين؟ انا احطه كده عليه على طول على البرتقال. وبرده تفاحية خضرا برضو زي ما انتم شايفين، واعملها نفس الحكاية كده اهو بالشكل ده. نطلع البذر منها ونقطعها حتت، شوية مكعبات وشوية شرايح، علشان نخلي شكل التورتة بتاعتنا جميل. تمام. وهنسيبه بقشره علشان القشر هيديها لون. انتوا عايزين تقشروها براحتكم، بس يعني مش هتبقى فيها الوان يعني. خلاص كده. والموز بتاعنا برضو نفس الحكاية، بس الموز طبعا هو بيقطع كله زي بعضه. نقي واحدتين 3 حلوين كده على جنب متقطعين كويس، هنخليهم على جنب. وهنعمل بيهم اللي هتشوفوه بعد ما نعمل الصوص بتاعنا اللي هيخلي التورته بتاعتنا متماسكه. بصوا بقى، صلوا على الرسول كده. ونجيب بولة او حله نحطها على النار، هنحط معلقتين من النشا حراميين على 3 معالق او معلقتين برضو سكر، وعليه كوباية مية عادية. وممكن نحط عليهم
معلقة من الكريمة لو متوفرة، لو مش متوفرة مفيش اي مشكلة. بعد ما ادوبهم كويس جدا هنضيف عليهم، اهم حاجة ندوبهم كويس عشان فيهم النشا ما تكلكعش معانا. خلاص، وهنضيف عليهم بقى كده كوبايتين من الحليب. خلاص، نفس الكوباية بتاعت المية ونفس المعلقة هي اللي المعيار بتاع السكر والمعيار بتاع النشا. نجيب الحليب بس كده وبعدين اضيفه على المكونات بتاعتنا ونقلبه كويس جدا. خلاص، وبعد كده بعد ما ادوبهم مع بعض هرفعهم على النار. طب فين الزبادي؟ هنحطها بس مش دلوقتي. خلاص، حط كوباية تانية وارفعهم بقى على النار بعد ما ادوبهم كويس جدا. ويكون النار اول حاجة تبقى عالية شوية، وبعد ما تغلي او نقلب فيها ونوطي النار على نار هادية علشان برضو ما تكلكعش معاكم. تمام، بتبقى عاملة زي صوص البشاميل كده لما بنقلبها ونسيبها على النار معانا تتقل اهو. بندوبها كويس برضو واحنا بنقلب طول ما انت ايدك فيها هي بتبقى. اوعوا تسيبوها وتعملوا حاجة عشان هتكلكع معاكم. بصوا بعد ما تتقل معايا هنحط عليها فانيليا، فانيليا سايلة، فانيليا اكياس، اي حاجة، حاجة بسيطة جدا. لو سايلة حطوا ربع معلقة صغيرة، لو اكياس حطوا كيسين، كيس براحتكم. خلاص، هنزل عليها لما تتقل بالفانيليا قبل ما اطفي بشوية بسيطة. وهجيب كوباية الزبادي برضو اول ما اطفي على النار اروح ضايفة عليها كوباية الزبادي. هي تقلت معايا خلاص، هنزل بقى بكوباية الزبادي كده عليها برضو وادوبها معاها. خلاص، عرفنا نحط الزبادي وقتين لما ننزلها من على النار او نطفي النار تماما ونحط عليها كوباية الزبادي ونسيبها. بصوا بقى كده بقت كده كريمي وجميلة، حاجة جميلة جدا، طعمها وريحتها خطير والله بجد، جميلة جميلة جميلة. بس كده هسيبها تبرد بقى شوية وهجيب الصينية بتاعتي اللي هنحط فيها، اي صينية اي شكل انت حباه. نلزق كده شوية فواكه في قلب الصينية بتاعتنا او الحاجة اللي احنا عايزين نحط فيها. خلاص، علشان دول هيبانوا معانا، والباقي هنعمل فيه ايه هنشوف مع بعض. حطوا بقى الوان بقى عشان تبقى كل الحاجة فيها الوان، والباقي هنحطه في الحلة اللي احنا سيبناها تبرد شوية، والفواكه اللي قطعناها كلها حطيناها في قلب. جميلة وما شاء الله خطيرة. حطوا بقى ايه الوان بقى الوان، انتوا حابين الالوان تبقى جميلة. وننزل كده يا جماعة ايه اللي احنا عملناه ونعدلها بالمعلقة ونسيبها في التلاجة ساعة ساعتين لما تمسك معانا. نسويها كده بايديكي او بالمعلقة، خليها بالمعلقة احسن. ونحطها في التلاجة لمدة ساعتين، تطلع معانا هتبقى قمر قمر كده. تمام، 2 أو 3 حسب ما انتوا عايزين. هنجيبها ونقدمها بالشكل ده. بصوا بقى الجمال والحلاوة، كنت تعمليها كبيرة صغيرة براحتك خالص. طعمها كفاية، طعمها خطير جدا، سهلة وبسيطة ومش مكلفة. ممكن تعملوها في رأس السنة، احتفال بأي حاجة، في عيد ميلاد. جميلة جدا بجد، خطيرة، حلوة حلوة حلوة، يعني تعملوها في أي وقت. طعمها وريحتها حلوة جدا ومغذية طبعا، حاجة مغذية ومفيدة بدون دقيق اهو، وبدون فرن، كيكة بدون فرن وبدون دقيق، قمر.
ان شاء الله. متنسوش بقى يا جماعة لو عجبكم الفيديو اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديدنا. واستودعكم الله، والسلام عليكم.